اهم النقاط اللي هتكلم عنها في بند الدهانات، واكتر نقطة محدش اتكلم عنها كتير ولا التفاصيل، هي اختار شركة ايه واختار منتج ايه من الشركة، وايه الفرق بين منتج كل شركة عن الشركة التانية بخصوص الخصائص والفئة السعرية. انا جمعت داتا عن كل شركة ومنتجات كل شركة وتصنيفها من حيث الفئة السعرية والخصائص، واتكلمت مع كل وكيل لشركة، وهعرض لكم برضو بعد التسجيلات من كلامهم بتأكد أهم النقاط. وبعد ما اتطرق لكل شركة والمنتج بتاعها هنعمل مقارنة سريعة مع أهم الشركات وأكبرها أكثر شعبية بين الناس. بس قبل ده كله هنرجع ورا شوية وهنتكلم عن أهم نقطة، وهي اللون. لون الدهانات أو لون الحيطة طبعا بتكون نسبة كبيرة بتحتار في الحكاية ديت قبل حتى ما تفكر في هختار شركة ايه او المنتج ايه او السعر ايه. كل اللي بيشغل بالها ازاي انسق اللون مع الارضيات مع الفرش مع السجاد مع الستاير. احنا كمهندسين بنتعامل مع مصطلح اسمه المود بورد. ايه هي المود بورد ديت؟ بجمع المعلومات او داتا من العميل، حابب مثلا لو هو حابب خامات معينة في الارضيات بورسلين او في الحوايط، ايه الالوان اللي بيحبها، بجمع كل الداتا دي وينسقها على حسب رؤيتي. يعني مثلا هنا نموذج للمود بورد مختار مثلا هستخدم نوعين من البورسلين، الوان الفرش والخامات، الخشب اللي هيستخدمه بيبقى فيها لها كذا نموذج، تدرج اللون اللي هستخدمه في الحوايط وخامات الارضيات والمفروشات بيبقى لها كذا شكل. ممكن تبحثوا عنها في جوجل او بنترست لو حابين حاجه تساعدكم اكتر في ان انتوا تظبطوا مود بورد. المود بورد طبعا بختارها بناء على سيكولوجيه الالوان وعلاقتها ببعض، برضو مرتبطة بعلم النفس وتأثير اللون على الفرد ووظيفة كل فراغ وعلاقته باللون. هتكلم عنهم بشكل سريع كده. هنسق ألوان ازاي؟ من خلال عجلة الألوان. طيب عجلة الألوان ديت نظرة سريعة اتكونت ازاي؟ عجلة الألوان عندي عبارة عن ابتدت ب3 ألوان أساسية، الأصفر الأحمر الأزرق، بحطتهم بنسب متساوية على بعض طلعوا لي ألوان ثانوية. الألوان الثانوية حطتها مع الألوان الأساسية بنسب معينة طلعت لي ألوان وسطية 12 لون. ال12 لون دول لما أضيف لهم اللون الأزرق أو اللون الأسود أو اللون الأبيض أو الجراي هيطلعوا لي تونات من الألوان تانية. لو ضفت ألوان على بعض بنسب معينة هيطلعوا لي درجات أكتر أو تونات أكتر من اللون. لما نيجي نختار اللون عموما بنختار حسب اللي بترتاح ليه عينينا، وكل واحد بيرتاح لحاجة، مش شرط كلنا نتفق في نفس الحاجة، ولكن في نظريات لونية عملت لي تنسيقات مع بعض بحيث ان هي تكون مريحة لنسبة كبيرة من الناس. وكمان اللون بيكون ليه تأثير نفسي على الشخص، بمعنى انا مثلا لو اخترت لون يناسب عيني ممكن يجيلي ضيف ما يكونش مريح ليه، فانا لما اعرف النظريات ديت هتدعمني في ان انا انسق الالوان اللي بحبها، وكمان بشكل مريح لعيون الناس او الزائر اللي يجيلي. او لو برضو التنسيقات دي بستخدمها في اعلانات مطاعم في اماكن كتيرة اللي بيزورها اشخاص مختلفة باذواق مختلفة. ايه هي القواعد ديت؟ عندي كذا نوع مش محتاجة اتطرق لهم اكتر، في مواقع بتعمل لي بيك بتنسقهم لي مع بعض، مش محتاجة مثلا انا اقعد اجيب دايرة الوان واقول اجيب 3 جنب بعض، لا شكل مثلث، ولكن سريعا 3 الوان جنب بعض في دايرة الألوان أو بشكل مثلث أو 2 متقابلين أو اللون ودرجاته أو الشكل المربع مستطيل مثلث بزوايا أكبر. بدل ما بقى أشغل نفسي بالقاعدة وأجيب عجلة ألوان وأعمل مستطيل، لا، في موقع اسمه كولر بيكر ممكن أقوم داخل عليه لو أنا عايزة أعمل تنسيقات اللون حسب القاعدة. ممكن أقوم بكل أي لون يطلع لي التنسيقات اللي معاه على كل السيستم بتاع القاعدة، بشتغل بهم بقى ولا أشغل بالي بأي حاجة. عند عجلة الألوان برضو بنقسمها لجزئين، جزء ألوان دافية وجزء ألوان برد. زي ما قلنا إن الألوان مرتبطة بعلم النفس أو تأثير اللون على مشاعرنا وعواطفنا وعلى قدرتنا على أداء النشاط في الفراغ. الألوان الدافية اللي هي زي إيه؟ الأصفر البرتقاني الأحمر البنفسجي المايل للإحمرار. جاي منين؟ تقريبا الشمس النار والدم. برضو عندي ألوان باردة اللي هي جاية من البحر السماء. عندي البنفسجي الأزرق الأخضر البنفسجي المايل للأزرق.
لما اجي احط اللون هيأثر معايا في النفسية، لما ابصله كده لا اما هكون مرتاحة لا اما هكون متوترة او متعصبة. يعني مثلا زي الالوان الدافية زي ما لها جانب ايجابي لها جانب سلبي، فلازم احرص وانا بستخدم الالوان استخدمها بنسب تكونش كبيرة بحيث ان هي ما تأذينيش بصريا او نفسيا. يعني الالوان الدافية لها تأثير سلبي زي لما بكترها تصير الغضب، القلق، التوتر، العصبية، العنف، لان فاهم جاي من شكل الدم مثلا او الحروب او الكلام ده. لا تأثير ايجابي زي الشغف، الاقدام، المثابرة، فتح الشهية. يعني مثلا احطها في الدايننج روم، او ممكن احط الوان في المطبخ، المكتب مثلا لو انا هشتغل، غرف المذاكرة بتاعة الاطفال، بس ما كترش منها، احطها بنسبة. عند الالوان الباردة، الألوان الباردة زي ما قلنا في سلبي وفي إيجابي، فالسلبي منها كسل، برود، أما الإيجابي منها راحة وهدوء والسكينة. فممكن أستخدم في الليفينج نسبة، في الاستقبال نسبة، في غرف الأطفال. عند الألوان المحايدة طبعا ديت اللي بنستخدمها أكتر حاجة في الدهانات. ليه؟ لان الكل بيرتاح لها وبتليق على كل حاجة، وده الافضل. لان لو انا استخدمت لون ترند او لون عاجبني دلوقتي من كتر ما هشوفه همل منه، فبستخدم لون محايد واعمل له تطعيم بالوان انا بحبها او بالوان من العجلة اللونية والتنسيقات اللي احنا شفناها. اللون برضو ليه تأثير نفسي زي ما قلنا. الأحمر مثلا عاطفة، خطر، غضب، جوع. الأزرق الحزن والطمأنينة والجدارة بالثقة. زي ما في تأثير إيجابي للون في تأثير سلبي. لما أجي أنسق بقى البيتي هنسق إزاي؟ طبعا أول حاجة ممكن تدعمني المواقع زي جوجل، بنترست، بيهانس، هتدعمني حتى لو انا عارفة القواعد والكلام ده. لما اكون عارفة القاعدة او اكون عارفة السيستم وابص للصور هقدر احللها بسرعة واقدر اطلع افضل نتيجة تناسبني في الفروقات بتاعتي. اكتر قاعدة مشهورة في الانتريور ديزاين او التصميم الداخلي او تصميم اي وحدة عموما هي 60-30-10. يعني 60% لون محايد بستخدمه مثلا في الحوايط والفرش، 30% هستخدم مثلا قطعة فرش بلون، 30% اللي هي ألوان تطعيمية. يعني 60 لون محايد، 30 ألوان تطعيمية، 10 برضو لون تطعيمي. لما اجي بستخدمهم ازاي؟ 60% فرنتشر الأساس بتاعي أو الأرضية أو الحوايط. 30 بستخدمهم في الستاير، قطعة أساس صغيرة زي مثلا ممكن كرسي أو كنبة أو حيطة واحدة حابة إن هي تكون مميزة في الفراغ بحط لها لون. 10% أكسسوارز، مخدات، صور. عندي هنا مثال وهو مطبق القاعدة. استخدم درجة من البيج، استخدم درجة من البيج في الحيطة. افتح الاساس جه غمق، خد نسبة اغمق. 30% بتوعه خدهم في المخدات والشال على السرير بلون كسر لي الملل بتاع الغرفة. وممكن برضو استخدم اطارات فيها نفس الدرجات اللونية. هوريكم مشروع انا عملت فيه القاعدة دي. ده مشروع استخدمت قاعدة 60-30-10. استخدمت 60% ألوان محايدة في الحيطة، لون فاتح، لون أغمق منه في الفرش. استخدمت 30% لون البنفسجي بدرجاته. صرت بالدرجة الأفتح دي ب10%، سواء في ظهر الكرسي ده أو في الكوشن الصغيرة دي. برضو ناخد بالنا ان درجة اللون بتختلف باختلاف الإضاءة وبعد أو قرب من الشباك.
الستاير انا استخدمتها بدرجة اغمق، يعني تقريبا نفس درجة الفرش، ممكن تبقى بنفس درجة الحيطة اغمق درجتين. هنا الارضية عندي جراي، استخدمت اللون نفس القصة، لون افتح وغمقت شوية في الفرش، وكسرت بلون اللون اللي هو الجملي ده بس.